ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. كنا اتكلمنا قبل كده عن اسرع الحيوانات على وجه الارض، وقلنا ان صقر الشاهين والفهد هم الاسرع في مملكة الحيوان، لكن في كمان الاشرس والاشد فتكا في عالم الحيوان، وده هيكون موضوع فيديو النهاردة. فيلا بينا نتعرف سوا على اتنين من اشد الحيوانات فتكا وشراسة على كوكب الارض. يعتبر حوت الأوركا أو الحوت القاتل أشد الحيوانات فتكا وشراسة على وجه الأرض. وحوت الأوركا هو حوت مسنن ينتمي إلى عائلة الدلافين المحيطية، ويعتبر أكبر عضو فيها. وتتميز الحيتان القاتلة بنظام غذائي متنوع يعتمد على الأسماك والثدييات البحرية. في 3 أنواع من قطعان الحيتان القاتلة أو حيتان الأوركا، وتبدو كلها متماثلة بالشكل، لكنها تختلف في الصفات الوراثية وعادات الغذاء. النوع الأول وهو المقيم، وهي حيتان أكثر ذكاء وبصيرة من باقي الأنواع، وهي تقطع في اليوم الواحد حوالي 100 ميل سباحة للوصول إلى أماكن أسماك السلمون وأسود البحر، وهي تتمتع بصحة أعلى من باقي الأنواع، وبيظهروا ويختفوا بمعدلات زمنية من أسبوع إلى شهر. وعدد القطيع الواحد بيزيد عن 50 حوت، وحجمهم أكبر من أحجام القطعان الأخرى. النوع الثاني وهو العابر، وهو أصغر حجما من الحيتان المقيمة، وتم تسميتها بالعابرة نظرا لأنها لا تلتزم بنوع غذاء معين، فهي تأكل أي شيء يسبح في طريقها. يبلغ عدد القطيع الواحد حوالي 60 حوت أوركا، وتعتبر الحيتان العابرة هي أشرس نوع من الحيتان القاتلة. ويعتقد بأن مسمى الأوركا أتى من هذا النوع، واللي بتعني في اللغة اليونانية القديمة قاتل من الجحيم، وده نظرا لطريقة تعذيبه لفريسته قبل القضاء عليها. أما النوع الثالث فهو البعيد، وسميت بهذا الاسم لأنها تعيش بعيدا عن الشواطئ وفي أواسط المحيطات فقط، وبتكون القطعان بتاعتها صغيرة لا تتعدى 8 حيتان، وهي غالبا قطعان نسائية، يعني فقط أمهات وبنات وبعض الأبناء الصغار. تقدر أعداد حيتان الأوركا في العالم بحوالي 50 ألف حوت، وهي تعيش في كل المحيطات بوجه عام، ولكنها تفضل العيش في المناطق الباردة الساحلية زي ألاسكا على السواحل الأمريكية وجزيرة أوركاس. تتغذى حيتان الأوركا على قائمة كبيرة من الحيوانات البحرية، منها الأسماك والفقمات و32 نوع من الحيتان والدببة القطبية والقرش الأبيض. ويعد حوت الأوركا ملك البحار بلا منازع، لأنه بيترأس الهرم الغذائي البحري، بحيث أنه لا يوجد حيوان يقدر يتغذى عليه، ويعتبر شبيه بذئاب البحر من حيث استراتيجية القتل، وأشبه بأسود البحر من حيث أن الإناث هي اللي بتقود الصيد. يعتمد الحوت القاتل في صيد الفرائس على طريقة الرصد بالصدى، يعني بتردد الصوت زي كده الموجات الصوتية، واللي بتعرف عن طريقها حجم الفريسة والأشياء الموجودة حواليها. وبتصيد بطريقة جماعية أحيانا وبتعاون ملحوظ، يعني بيراقبوا الفريسة من بعيد وبعدين يفاجئوها ويهجموا عليها ويضربوها بالديول إلى خارج المياه علشان يشلوا تركيزها ويتفادوا عضات الفرائس ليها. من خصائص حيتان الأوركا إن متوسط عمر الإناث بيبلغ 50 سنة، أما الذكور 35 سنة. بيصل طول الحوت البالغ إلى 33 قدم، ووزنه بيصل إلى 5400 كيلو جرام. بتتزاوج الحيتان كل 3 إلى 10 سنوات، وبتلد الأنثى بعد 17 شهر من الحمل، وبتفطم العجل الصغير بعد سنة من عمره. بتقفز الحيتان من الماء وتهبط مرة أخرى على الجانبين والظهر، وده علشان تحك جلدها عن طريق الارتطام بالمياه. ويعتبر كمان تعبير عن الراحة النفسية ودعوة الأنثى للتزاوج. وأوقات تانية بتقفز الحيتان عاليا وتهبط عموديا للهجوم على فريستها وصدمها. الرؤية لدى الحيتان القاتلة جيدة فوق وتحت سطح الماء، وكمان بتمتلك حاسة سمع مرهف وحساس وحاسة لمس جيدة. وزي ما قلنا بيتمتع الأوركا بقدرات استثنائية في تحديد مواقع الأشياء عن طريق الصدى، وتعرف العملية دي باسم ايكولوكيشن، وبتتضمن إرسال صوت طقطقة واستقبال الصدى الراجع، واللي بيكتشف عن طريقها الأوركا مواقع وخصائص الأشياء والفرائس في محيطها.
متوسط حرارة جسم حوت الأوركا من 36 إلى 38 درجة مئوية، وليها طبقة عازلة للحرارة من الدهون يصل سمكها من 7.5 سنتي إلى 10 سنتي تحت الجلد. يبلغ عدد دقات قلب الحوت القاتل حوالي 60 دقة في الدقيقة على سطح المياه، وبتنخفض إلى 30 دقة عند الغوص أسفل الماء. يعد الدب القطبي أكبر دب في العالم وأكبر مفترس في القطب الشمالي. يعيش الدب القطبي في واحدة من أقصى البيئات وأبردها على كوكب الأرض. يعتمد الدب القطبي على طبقة سميكة من الفراء المعزول تحتوي على طبقة من الدهون وطبقة مقاومة للماء تعزل جسمه عن الهواء والماء البارد. كما ينمو الفراء في الجزء السفلي من أقدامه مما يوفر حماية من الأسطح الباردة. أما معطف الدب القطبي الناصع البياض فيوفر له تمويها في الثلج والجليد المحيط به، وبيتمتع كمان بجلد أسود أسفل الفراء اللامع يساعده على امتصاص أشعة الشمس والتدفئة. البيئة دي جعلت من هذه الكائنات سباحة قوية بمخالبها الأمامية الكبيرة واللي بتستخدمها في التجديف بسرعات تصل إلى 9 كيلومتر في الساعة. يصل طول الدب البالغ من 2.4 إلى 3 أمتار بالنسبة للذكر، والوزن من 350 إلى 680 كيلو جرام. أما الإناث فيبلغ طولها من 1.8 متر إلى 2.4 متر، والوزن من 150 إلى 250 كيلو جرام، وده بيخليه أكبر الحيوانات الآكلة للحوم على وجه الأرض. يستطيع الدب القطبي امتصاص 84% من البروتين و87% من الدهون الموجودة في غذائه، وبيحتاج الدب القطبي إلى 2 كيلو جرام من الدهون يوميا للحصول على الطاقة اللي تبقيه على قيد الحياة. تلد أنثى الدب القطبي صغارها في أوقار الجليد خلال شهر نوفمبر وديسمبر، وبيبلغ طول الدياسم الوليدة حوالي 30 سنتي فقط، ووزنها نصف كيلو جرام. وبتعيش الصغار في الأوقار لمدة تتراوح من 4 إلى 5 شهور، وبعدها لمدة 2 مع الأم. بتتعلم خلالها المهارات اللازمة للبقاء على قيد الحياة في هذه البيئة القاسية. من خصائص الدببة القطبية إنها بتمتلك حاسة شم ورؤية قوية بتستخدمها لتتبع فرائسها، ويمكنها شم الفريسة من مسافة تصل إلى حوالي 16 كيلومتر. يبلغ عدد الدببة في القطب الشمالي حوالي 25 ألف دب، وفي النرويج في أرخبيل سيفلبارد ومنطقة بحر بارنتس تقدر الأعداد بحوالي 3000 دب. ومع قوة وتوحش هذه العمالقة وعدم وجود مفترس طبيعي لها وتربعها على الهرم الغذائي في القطب الشمالي، إلا إنها مهددة بالانقراض بحلول نهاية القرن. لو عجبك الفيديو أو أضاف لك معلومة جديدة حط لايك واشترك في القناة وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد، وسلام عليكم.